في ظل الاخبار المدويه اللي عم تصدر من اسبانيا وتحديدا من فريق ريال مدريد وفريق برشلونه، في اخبار عم بتصير بالظل وفي احداث ما حدا عم يتطرق ويحكي عنها، هي احداث مهمه. انا حابب اذكر لك هي الاحداث وندردش فيها سوا. بس قبل ما نبلش يا ريت تشترك بالقناه اذا مالك مشترك، وتدعمني باللايك، واذا حابب تدعمني وتنتسب للقناه فانت البطل. على السريع خلونا نبلش. اول شيء رح نبلش فيه هو هازارد. بعد ما قرر فسخ عقده مع ريال مدريد بالتراضي، اللاعب عم يقرر انه يكمل المعيشه ويكمل حياته في مدينه مدريد، لانه اللاعب وعائلته تعودوا على الاجواء وتعودوا على اسلوب الحياه في مدريد. وهازارد بالاخص حاسس انه ما راح يقدر يقدم شيء جديد لكره القدم وهو في سن ال 32 بعد الاحداث اللي صارت معه من وقت انضمامه لريال مدريد، وخصوصا بعد ما انضم ابن هازارد الكبير البكر لاكاديميه ريال مدريد لحتى يصير لاعب في صفوف الفريق. اما الخبر الثاني اللي ما شفت حدا حكى عنه هو رحيل انخيل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس الايطالي. بعد انتهاء عقده اللي كان لمده عام واحد، اللاعب عم يرحل عن صفوف النادي. الفتره اللي قضاها بنادي يوفنتوس الايطالي ما كانت من افضل الفترات والفترات الممتازه للاعب، لانه اللاعب عانى من اصابات كثيره خلته يغيب مباريات كثيره عن فريق يوفنتوس الايطالي. بس شفنا كان تاثيره كبير بالمباريات اللي كان يقدر يلعبها. بس حاليا ما عارفين اللاعب وممكن ينتقل بعد ما انتهت فترته بايطاليا. انا برايي اذا ما انتقل لاحد الفرق في الدوري الامريكي فهو راح يروح يلعب باسبانيا مع احد الفرق في الفئه المتوسطه مثل ريال بيتيس وما شابه. اما الخبر الثالث فهو انه ريال مدريد بده يجدد عقد ابراهيم دياز بعد انتهاء مهله اعارته مع نادي اس ميلان الايطالي، حابب يجدد له عقده لحتى عام 2027. بس التجديد ما راح يكون بالوقت الحالي، على الاغلب راح يشوفوا اداء اللاعب بالفريق، لانه متوقعين انه اللاعب يكون حجر اساس بمنظومه ريال مدريد وممكن يكون خليفه اسينسيو بالفريق. اذا كان مستوى اللاعب جيد راح يتم التجديد له، اما اذا كان المستوى ما لبى الطموحات وما قدر ينخرط بمنظومه ريال مدريد فاللاعب اكيد راح يتم بيعه. اما الخبر الرابع فراح ننطلق انا وانتو الى انجلترا وتحديدا الى نادي مانشستر يونايتد. بس قبل ما اعطيكم الخبر يا ريت تشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، ويا ريت تحطوا لايك على هذا الفيديو. تين هاج غير راضي عن اداء ديخيا على العموم بالموسم، وعم بفكر يجيب حارس بديل. الحارس الثاني بمانشستر يونايتد راح يتم بيعه وراح يصير ديخيا هو الحارس الثاني لنادي مانشستر يونايتد بعد ما كان الحارس الاساسي، وراح يتم جلب حارس على مستوى عالي يقادر يلعب بالقدمين وقادر يبني للفريق الهجمه، لانه حسب وجهه نظر تين هاج فالحارس لازم يكون يلعب بالقدمين بالنسبه للطريقه اللي هو بيلعب فيها لحتى يعمل زياده عدديه ببعض الهجمات. فعلى الاغلب راح نشوف ديخيا راح يفقد مركزه الاساسي مع الشياطين الحمر. وهلا بناخذ طياره انا وانتم بنسافر فيها على المانيا وتحديدا لنادي بايرن ميونخ الالماني، لانه النادي عم يعيش ازمات كبيره وفي مشاكل عم تحصل بالكواليس في نادي بايرن ميونخ وتحديدا بمركز الاظهره، لانه في كلام عم يطلع انه النادي مستعد يبيع بافارد ب 30 ل 35 مليون يورو، اما لنادي مانشستر يونايتد اللي مهتم باللاعب او لنادي برشلونه. فالكلام الاكبر مو هون، الكلام الاكبر هو عن الفونسو ديفيز. اللاعب هو هدف فلورنتينو بيريز بهذا الموسم حسب فابريزو روماني، واللاعب ما عنده مانع يلعب لريال مدريد، على العكس هي فكره محببه له. وبالطرف الاخر ريال مدريد راح يقاتل لحتى يجيب اللاعب بهذا الميركاتو. اللاعب عمره 22 عام وممكن يكون مستقبل ريال مدريد بالجهه اليسرى بعد الاخبار اللي عم تطلع عن نيه ريال مدريد في بيع مندي. اما اخر الاخبار فهي من ايطاليا، وهي رحيل مالديني عن نادي اس ميلان الايطالي، هو مساعده رحلوا عن الفريق. بعد خلافات كبيره في وجهات النظر مع مالك اس ميلان الايطالي تمت اقاله مالديني. الخلافات كانت عن اليه بناء الفريق وخطه الفريق للموسم القادم. بصراحه هي الاقاله راح يندم عليها مالك اس ميلان الايطالي، لانه مالديني قدر يوصل بالفريق باسماء متواضعه على نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وقدر يجيب معهم لقب الدوري في الموسم الماضي. فانا برايي هاي الاقاله راح يندم عليها مالك نادي اس ميلان الايطالي. ولهون بكون وصلت لنهايه الحلقه. بتمنى اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناه. سلام.